هم فاكرين يعني لما يسيبوني لوحدي هعمل ايه؟ هعمل حاجات كتير قوي. هعمل حاجات كتيره قوي. قبل اي حاجه هنسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي ورسول الله محمد. وحشتوني 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 وحشتوني. ايه اخبار الجو؟ بنتحاسب كلنا بنتحاسب. ايه اخبار الجو؟ هطبخ لنفسي. ايه رايكم بقى؟ انا كنت ناويه اعمل اكل ورحت الشغل وجيت من الشغل كاي ست فاضله، ولما جيت ما لقيتش حد. يا جوجو، يا جاسر، ايه يا بابا، ايه يا قزقز، محدش في البيت، محدش هنا. كل خلفائك خانوك يا ريتشارد. اسكت وربنا ما اسكت. كل خلفائك كلهم ده كلهم ده مفيش واحد بس مخنيش. كل خلفائك خانوك يا ريتشارد. فقلت لا. انتوا فاكريني هسكت؟ ده انا هدلع نفسي واروق نفسي اخر دلع واخر روقان. او ربنا. يلا يا بنات. ما هو انا ما فطرتش كالعاده. بصوا، مش حته ما فطرتش، كلت الصبح سندوتش قبل ما اروح الشغل الساعه 10 الصبح ولا 9 ونص الصبح. عقلك ما يروحش لبعيد. عقلكم ما يروحش لبعيد. تفهمونيش غلط. اوعوا تفهموني غلط. تفهمونيش غلط. طبعا لو حلفت لك انه مشروب طبيعي 100% مش هتصدقيني. والله العظيم عايزه بس اقول لكم ان هو يعني فواكه 100%. فمش عارفه احلف لكم ازاي، يعني اعمل ايه. بس هو بس كل حكايته ان هو ما فيهوش سكر خالص. فطبعا انا لو حلفت لكم مش هتصدقوني ان هو امان يعني. بس انا حاجه خطير. طبعا يا ماما احنا مش موجودين، مش هتعملي اكل. نعم ليه ان شاء الله؟ وانا مش كائن؟ كلتش طول النهار انا والله العظيم يا ساره. ما كانش عندي جبنه رومي النهارده. جبنه رومي خلصت. فطرانه والله قد كده نص رغيف جبنه مثلثات. في ايه؟ هقعد جعانه؟ لا انا هعمل اكل. والله هعمل الاكل اللي انا كنت هعمله النهارده وانتوا اللي طالبينه يا جزم. براحتكم. انت فين يا بابا؟ في التمرين. والناس التانيين فين؟ عند تيتا. براحتكم. انتوا الخسرانين. ده جمبري جايباه فريش، غسلاه ومنضفاه ومخلياه زي الفل. حتى عليه معلقه صغيره، ده نص كيلو. بعد التنظيف، قبل التنظيف كان كيلو. حط عليه معلقه صغيره من توابل ممكن تقولي لي ليه شربتي مانجا ولا لسه يا سعد؟ خلاص يا اميره بقى، خلاص يا اميره، انا هقطع البطاقه. انسوني بقى. انا تعبت بقى من العيشه دي، محدش مقدرني. اعمل ايه يعني؟ يا اميره هعمل كده.
حضرتك فرح بنت ايه؟ حضرتي فرح بنت عزه في المطبخ، صح؟ كان في السويس عندها ولا في القاهره؟ اه حضرت الفرح. مين اللي قال لكم؟ كان في السويس عندها ورحت لها السويس. شيف عزه القمر دي اروح لها على رموش عينيا. محدش يتريق على خلقه ربنا، علشان احنا رحنا الشغل وجينا من الشغل اخدنا شاور وصلينا وخلصنا وكنا هننام، كنت هتخبل بس لقيت ان الدنيا بدري وجعانه والله العظيم، قلت اطلع معاكم شويه نفرفش سوا. فبصوا خلقه ربنا جميله جميله، اللي هتتريق هتخش النار. عايزه اقول لكم كانت قمر. ما هو ده اليوم اللي انا صورت فيه الفيديو لما قلت لكم رحت فرح صاحبتي في اخر الدنيا، لما عملت له بالليل تاكل برجر. عايزه اقول لكم كانت قمر، اقسم بالله شيف عزه كانت قمر، وبنتها كانت جميله جدا. بقول لكم ايه، انا معايا صور، اصبروا ما اجيب لكم الصور ثواني. فاكرين يوم الروج الاحمر؟ انا سلقت مكرونه على قدي، سلقت مكرونه على قدي. بصوا قولوا الاول اللي عايزين نشوف الصور. خلاص مش قايله. اهالي مين العريش؟ انتي قمر من غير اي حاجه، عليكم حلوه اقسم بالله. ندي بس كده تشويحه، ناخد كده تحميره حلوه، عشان عايزه اخد منه كام واحده احطها على السلطه، عشان عامله سلطه سيزر بايه؟ بالجمبري. وهعمل اكله دلوقتي مفاجاه بحبها، بعملها معاكم كل فتره كده، بس بقالي كتير ما عملتهاش. بعملها لما الولاد يطلبوها، وهم طلبوها الجزم، وماما عملت محشي، مامتي عملت محشي، تبعوني وراحوا عند المحشي، وانا كان عندي شغل وما قدرتش هروح على هناك. هنعمل ايه في الحر؟ بشرب ايه؟ مش هقول لكم بشرب ايه. دي ماما اللي بتسالني بشرب ايه. والله العظيم يا ماما ما فيهوش حاجه، هو شكله كده زي اللي كنت بشربه لك لما بتجيلي بره. يوم الفرح اول لما كنت حاطه الروج الاحمر هناك، ما شاء الله كانوا حاطين كده جهاز بيصور وتاخدي الصوره وانت ماشيه. شفتوا العسليه؟ اقسم بالله قمر. شيف عزه في الحقيقه قمر 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 قمر. بصوا الحلاوه، بصوا الحلاوه، شفتوا حلاوه كده قبل كده؟ ساره انت كنتي في الكويت حاليا؟ لا دلوقتي انا مش هنا اهو، لسه جايه من الشغل. تعالوا بقى ناخد بقى. خلاص كده. طبعا انتوا عارفين ملوش هو روح، بيستوي على طول. فنطلع الطاسه دي وننزل بطاسه ثانيه. لما تطولي عليه طبعا هيأستك. بس غالي قوي يا بنات الجمبري، ما كانش كده يعني. وانا بجيبه النهارده اتخضيت، او يمكن انا علشان ايه مش طول الوقت بجيب حاجات البيت، ساعات مثلا جوزي بيجيبها، ساعات مثلا بتصل اطلبها. ف تعالوا بقى نحط التانيين. بسم الله الرحمن الرحيم.
عشان انسى، عشان انسى. بصوا بس ياخد كده ايه على الوشين كده. بس التوابل اتلسعت، معنى كده ان التوابل دي مش احسن حاجه. لسه جايبه التوابل دي، معنى انها اتلسعت كده معنى انها مش احسن حاجه. فانا هعمل ايه بقى؟ هغير الطاسه دي. انا كنت هشتغل فيها من ايه تو زد، بس لا كده هغيرها. لان كده هتغمق الاكل. نشتغل في الحله بقى. مع اني كنت عايزه اشتغل فوق. هو الطقم ده مش معاه كده بتاع بايدين كده؟ لا من الواضح ان معهوش. ليه بقى؟ لان كده دي بقى لما ننزل بيه دلوقتي مش هيبقى احسن حاجه. ده معناه ايه؟ معناه ان الزبده والتوابل مش احسن حاجه. فكده كده نصفي دول بقى اصلا. بس الريحه حلوه يا شباب قوي بجد يا بنات، الريحه جميله. وتوابل غاليه ومستورده وفي الاخر ما طلعتش حلوه. عارفين بس عشان ناخد الزبد الحته دي هعمل ايه؟ هصفي شويه انا معايا هنا اهو، معايا مصفى. هنصفي شويه الزيت دول يا بنات. تعالوا بسم الله الرحمن الرحيم. الزيت بقى شويه الزبده دول هم اللي فيهم الزبد، احلى زبد. ننزل بمكعب كمان كده. يلا يلا هوبا. منوره احلى شيف ساره، قلب الشيف ساره من جوه. كل مره بخلص الاكل بيبقى مفيش مكان في بطني من العصير اللي انا عماله ابلعه ده. خطير، انا ماليش حل. بس انا هعمل الاكل وهاكل، يعني هعمل الاكل وهاكل خلاص، مش هسأل في حد بعد كده. فين انا بدور على ايه؟ هذا هو معلقه دقيق كده عشان انا عايزه صوص خفيف مش عايزاه تقيل. وهوريكم بقى الشغل الجامد قوي. عارفين يا بنات انا بحب المطبخ بشكل مش متخيلينه. يعني انا النهارده الصبح كنت في التلفزيون بطبخ، جيت البيت بطبخ. مثلا كنت تقولي يا ساره ما تعملي لك اي سندوتش عشان ما تقفيش في المطبخ. لا، انا استاهل اعمل اكل حلو، استاهل اكل اكله حلوه واقعد ساعه ولا ساعتين وانام. ليه يعني ابقى طول النهار بشتغل واجي كده يعني ايه يعني ده؟ هو انا كلبه ولا ايه؟ لا طبعا. ان لنفسك عليك حق. اطمنكم من الشجره الله اطعمكم الله. يا روح قلبي، يا روحي، يا روح قلبي، بعمل اكل جعانه. خليكي معايا، تابعي للاخر، تابعي وخليكي جنبي، ما تسيبينيش، خليكي معايا. بصوا بقى، طبعا انتوا فاكرين ان انا شويه الجمبري دول هخلي الراجل يقشرهم لي وامشي، ما بقاش ساره. لو سمحت انا عايزه قشر الجمبري بتاعي. قال لي نعم يا فندم. قلت له قشر الجمبري بتاعي انت فاكرني هسيبه لك ولا ايه؟ اعمل منه احلى شوربه. هنا بقى بيبقى الوايت صوص اللي انت بتعمليه او شويه المكرونه اللي انت عاملاهم محدش يعملهم غيرك حرفيا. يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل بكوبايه واحده من الشوربه الخطيره دي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الشوربه مش ناقصها اي حاجه. معلقه دقيق واحده، احنا عايزين القوام يكون سميك كده اهو.
المفترض نقطع كده قرن فلفل سبايسي الوان، بس انا مش عايزه، حقيقه الامر مش عايزه. ايوه 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 ايوه. الله، بصوا يا بنات، بصوا الشوربه، معقوله دي شوربه قشر الجمبري؟ اوعي ترميها، ده راس الجمبري بيبقى فيها كل البهاريز. شويه شوربه، ولو انت بقى مثلا تحطيهم في الفريزر ما بيبقوش زفرين ولا اي حاجه، ما دام انت غسلتي القشر كويس قوي وسلقتيه، وانت بتسلقيه بقى حبايبي بتعملي ايه؟ بتسلقيه في، تحطي معاه عود كرفس، بتحطي معاه جزره، بتحطي معاه توم، بتحطي معاه الحاجات دي، واحده ورق لورا، فبيبقى نضيف وزي الفل. الشويه اللي هيتبقوا منك اربطيهم كيس في الفريزر، لما تيجي تعملي رز جنب السمك، مثلا هتجيبي سمك مشوي من بره او اللي انت عايزه تعمليه عامه يعني. بصوا بقى الحلاوه ما شاء الله. لو حسيتيه خفيف زودي شويه دي، بس انا عايزاه خفيف، عايزه اكلها وايت صوص، مش عايزاها بشاميل. بصوا كده، حرام ان احنا يعني بجد. بصوا القشر ارميه بقى بعد كده. عايزه اقول لك ان زمان كنت بعمل ايه، بصي جوه ما شاء الله، بصي جوه الراس فيه ايه. احنا خدنا بقى الحاجه الحلوه اللي جوه دي، شوفي احنا خدناها اصلا في قلب الشوربه. بسم الله الرحمن الرحيم. الباقي ده بقى هرميه في الباسكت. خلاص بقى احنا كده مش عايزين حاجه. بقول لك كنت بنشفه واطحنه واعمله توابل، بس كذا مره يعمل مني حاجات مش لطيفه فبطلت، يعمل مني حاجات مش حلوه كده فبطلت بقى بنت. برغم انه كان بيبقى حلو قوي بس بطلت. بصوا هنا بقى الشوربه اوريدي واخده كل حاجتها واخده كل بهاراتها، واوريدي الجمبري استوى والمكرونه سلقينها. بصي بقى ندوق كده. عايزه سنه ملح بس، وممكن نحط شويه بهارات سمك. شويه صغيرين كده بهارات سمك، بهارات سمك او بهارات اللي هي مأكولات البحريه، بتبقى حلوه قوي وبتدي طعم كانك بتاكليها من مطعم غالي كمان. اصلا اللي بيديها طعم الشوربه بتاعت الجمبري دي. يعني يا فرحتي ان انت تجيبي الجمبري وتسلقيه وترمي القشر بتاعه، لا طبعا. حاساها خفيفه سنه فزود لها بصي معلقه صغيره، عشان لسه كمان عايزه احط شويه كريمه، ولا بقى لبن ولا حاجه والله بجد يا روح قلبي. فبجد قشر الجمبري ده اوعي ترموه. انا خليت الراجل يقشرهولي وقلت له عايزه القشره لوحده، طبعا شيلي الحبل الرملي اهو. طبعا احنا قايلين لو حسينا ان الحاجه تقيله عادي بنخففها بايه، بشوربه. الشوربه جنبنا، ما عندكيش شوربه خلصت اوكي ميه. لو حسيتيها ان هي خفيفه هتزودي لها بايه، شويه ميه صغيرين ودوبي فيهم شويه دقيق صغيرين، بس ما تكتريش. ليه؟ علشان ما تبقاش معاكي زياده عن اللزوم. انا هنا حطيت الطاسه وايه ونسيت، لا دي كده هتحرق الطاسه لو نزلت. الطاسه دي سخنت زياده عن اللزوم. هغيرها، سخنت زياده عن اللزوم فكده هتحرق معايا الحاجه.
شوف هنا كده. خلاص احنا هنحط بقى شويه ملح، والحمد لله الصوم كده كده حلو قوي. لا احنا كمان لسه هنزود شويه كريمه، يعني تقريبا نص كوبايه كريمه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. رحت اجيب جبنه برميلان، لقيتها ناقص في صلاحيتها شهر وعامله 1100 جنيه، حته قد كده حرفيا، وكمان ناقص في صلاحيتها شهر. اللي هو ليه؟ جبت بقى حته جبنه رومي جميله كده وب 65 جنيه تقريبا او 69. هنجيب بقى السلطه نكملها مع بعض، بس عايز بقى ايه شويه ملح، وعايزين بقى ايه نظبط الكلام وندلعه. هنظبط الكلام وندلعه ايه؟ هقول لك. اولا كده طبعا انتوا شايفين الصوص مش محتاج اي حاجه حرفيا، يجي شويه ملح بس. وايه بقى اللي بيدي كلام حلو قوي؟ هو فين يا بنات؟ اهو هناك، سنه زعتر، سنه زعتر، شويه شبت، لو عندك شويه بس انا بس بحمص كده توست علشان احطه على السلطه، واحدتين توست بس بسرعه كده. بصوا اهو ما شاء الله ولا قوه الا بالله. نحط بس ايه يعني عود زعتر فريش كده، ولو عندك مجفف عادي، هو بس حاجه صغيره هتدي ايه ريحه خطيره خطيره. وحشتوني، عاملين ايه؟ عاملين ايه يا قلوبو؟ والله العظيم بجد قلوبو بحبكم. عاملين ايه يا بنات؟ بناتي واخواتي ومهمهاتي. شيف ساره لو سمحتي بعد اذنك، اصل انا عايزه اجيب بوتاجاز لبنتي، بوتاجاز لنوسي اللي عند حضرتك كويس؟ معلش انا اسفه. طبعا يا حبيبه قلبي لا كويس حلو، انا بس ناقصني فيه خدمه العملاء اجربها، لكن هو كويس. هو اللي رخم فيه شويه تنظيف الحوامل بس، لا يعني في اجهزه كتيره بخار موجوده بتنظفها وبتخليها زي الفل. البوتاجاز زي الفل زي الفل. هاتي يا حبيبتي، ربنا يا رب يسعدك ويفرحك بيها يا روح قلبي. ويخليها لك وايه، وادعوا لها يا بنات ربنا يتم لها على الف خير. انا بفرح للبنات قوي، بفرح للبنات فوق ما تتخيلوا. عقبال كده يا رب كده ايه ما نفرح بكل البنات، اللهم امين. بصوا في لحظه لحظه كان كل حاجه هتنتهي، كانت كل احلامي هتتدمر. كفايه كده بقى عشان الكريمه ما تفصلش. دول شويه مشروم مش اساسي، عندك مش عندك مش مهم، بس انا بحب طعمه بصراحه. بس الولاد عندي يعني في اللي بيحبوه وفي اللي ما بيحبوش، فما بحطوش في معظم الاحيان يعني عشان ايه الكل ياكل، بس ما حدش ياكل غيري. وانتوا عارفين بكره التلات. بصوا بقى كده شويه خارق، عايزين بقى شويه بقى شبت، بس بقى شويه شبت وشويه كزبره صغيرين، شويه الشوربه دول اللي يجننوا دول. شم الريحه بقى وقولي لي ازيك، قولي لي ازيك، اخبارك ايه؟ في ايمان حسن بتقول لك يا حنان في بوتاجاز رويال جميل، بس انا ما جربتوش، بس ما دام حنان حبيبتنا قالت كده يبقى طبعا حلو، بس انا ما جربتوش. انا جربت لا جرمانيا وخطير خطير خطير. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. انا عايزه الصوص كده. بصوا بقى هجيب ايه دلوقتي، هجيب سكينه علشان ايه يا بنات نقطع العيش ونحطه على السلطه. ما انا عامله سلطه.
يا اما ودعني توحشني. بتعملي ايه يا شيف ساره؟ بعمل اكل معاكم بدل ما انا اكل لوحدي، عشان انا كل خلفائي خانوني، فانا معاكم الحين. طبعا انا عامله سلطه كتير لان انا بجد ما كنتش عارفه ان هم ايه هيبيعوني البيعه دي. طبعا عايزين دلوقتي بقى نحط المكرونه والجمبري جوه هنا عشان ايه تاخد غلوه بقى. شايفين يا بنات ما شاء الله ولا قوه الا بالله، ده القوام المطلوب، ولا لبن ولا ميه، شوربه قشر الجمبري اللي حضرتك هتجيبيه وهتسيبيها الراجل يرميها، حضرتك هتجيبيها تديها شطفه تحت الحب تبقى ممزلقه كده من الميه، وتمسكيها يا فندم بقى في حله وتحطي عليها بصلايه صغيره، عود كرفس، حته جزره، فص ثوم، واسلقيها. مش هتاخد 10 دقايق وهتبقى اتسلقت ونزلت بهارزها وحلاوتها وفوائدها. انت عارفه ان فوائد قشر الجمبري اكتر من الجمبري نفسه. بصي بقى السلطه الخطيره، اديني بطبخ لكم الصبح على التلفزيون وبطبخ لكم دلوقتي هنا، بس الصبح بقى ما ينفعش اقول اي حاجه وما ينفعش اقول كل حاجه، بتبقى مش براحتنا كده، مش واخدين خصوصياتنا، كل حاجه قولوا لي لا لا ما تقوليش ما تقوليش. ايه ده؟ انتوا عارفين انا هعمل معاكم حاجه بما اني لوحدي النهارده، هغسل معاكم المواعين. تتجوزيني واغسل لك المواعين؟ شفتوا صورتي انا وشيف عزه؟ شفت الصوره؟ بس انا ما نزلتهاش عشان دي حاجه شخصيه، فاهميني؟ يعني حاجه شخصيه، ما حبيتش ان انا انزل، انا رايحه عشان انا مبسوطه عشانها، فما نزلتش حاجه. كده خلاص المكرونه ريدي، ناقص لها بس ايه بشره جبنه وتبقى ريدي. بصوا خبر ابيض، خبر ابيض. ودي السلطه، والله العظيم هم الخسرانين، والله هم الخسرانين. المهم ان مش كلهم عند ماما، في جزء عند ماما وفي جزء في النادي. اصل احنا هناكل في النادي كريب ومكرونه بالجمبري، مش مهم بقى يا ماما ما تعمليهاش، وانا هبيت الجمبري في التلاجة لبكره. طب انا رسمت احلامي وطموحاتي ان انا النهارده هاكل مكرونه. بصوا ان انا النهارده احلامي وطموحاتي راحت فين؟ تذهب للجحيم وربنا ابدا. بصوا بقى شويه صوص جاهزين عشان ما كنتش عامله حسابي ان انا ايه هلحق. هدي تقريبا الاول كده شويه سلطه. مش قادره اوصف لك الطبق ده بره بكام بجد. الاكله دي اصلا بره برقم وعمرها ما بتبقى حلوه زي اللي انت بتعمليها في البيت. كنت باكلها في الكويت من محل اسمه اوليف جاردن، ومحل تاني اسمه اوليف جاردن ده كان خطير، بس التاني كان طعمه احلى، كانت المكرونه فيه احلى. فانا عمري ما سالت جوزي الحاجه بكام. فمره واحنا بندفع الفاتوره كان معايا ياسر، كان عنده سنه ونص، تعالى اقول لكم. فبقول له انت دفعت كام يا هيثم؟ قال لي دفعت مش عارفه يعني بالمصري تقريبا 13000. انا يعني ليه بقى؟ كنا انا وهو والولاد وكل واحد بقى ايه بنطلب وبتاع. اول الشهر قلت له نعم. ليه؟ لا مش 13، 3800. يوم ال 13 ده كنا في مطعم مشويات وتيس وحاجات كده. قلت له نعم. اتعلمت الطريقه. كان معايا اوسوس، كان اوسوس عنده سنه. بصوا بقى الصوص بقى. طبعا الصوص ده احنا بنعمله في البيت بكل سهوله، بس حضرتك انا ما عنديش مايونيز، لان هو لازم مايونيز وسنه توم وسنه ليمون وسنه خل، بهارات بسيطه، بس انا ما عنديش ف جبت ده. خطير الصوص ده، خطير.
بصوا بقى انا هعمل ايه عشان انا مش هاكل كل ده، عشان احنا مع بعض ومحدش يعرف حاجه اللي بينا. اصبروا هقول لكم، بس ما تقولوش لحد والله، لو قلتوا هزعل منكم بجد، لو قلتوا هزعل. اسمعوا بقى، نولع على الشاي، نولع على الشاي بقى ونيجي بقى ناكل مع بعض. هعمل ايه بقى؟ عشان طبعا مش هقدر اكل السلطه دي كلها، وبعدين لو سبت فيها الجمبري تحمض، مش تحمض يعني تزفر، صح؟ فاحنا هنعمل ايه بقى؟ ناخد السلطه على قدنا احنا. السلطه عباره عن خس وجرجير وطماطم. انا لقيت طماطم شيري ب 10 جنيه كيلو، مش عارفه ازاي، هي اصلا غاليه جدا فجبت منها. شايفين الطماطم حلوه ازاي؟ وخس وجرجير وشويه كزبره، وحمصي بقى التوست وقطعيه وحطيه، وشويه ذره حلوه لو عايزه، شويه زيتون. بصوا خطيره، انا بحبها، انا مسميها سلطه ساره، لان السيزر سلطه مش فيها كل المكونات دي. السيزر سلطه بتبقى مش كده، فانا بقى اللي بحط. بما ان محدش جاي بقى لوحدي، ثلاثة يعني، حتى مش هتكفي كل واحد واحد. اكل معاكم، سيبوني اكل لوحدي. وربنا يا بنات جعانه قوي، كل اللي كلته وانا بشتري حاجات للبيت نوجه، واحده نوجه والله، واحده نوجه، بس نوجه حلوه قوي يا بنات، حلوه عجبتني. ثواني هجيبها اوريها، ثواني. عايزه اقول لكم ان انا اكلت اتنين، يعني وانا بشتري جبت، اكلت واحده بالفراوله واكلت واحده بالساده، وهاكل دول واحده دي برده عشان هم مش موجودين وسايبيني. ثواني بقى، ناقص الجبنه، عماله اقول ناقص ايه؟ مش مستاهله بقى احمر بطاطس، هم مش هنا. مش مستاهله بقى احمر بطاطس وهما مش هيوحشني والله. مش انتي يا شيف قلتي مش بحب الاسماك؟ لا، انا قلت ما بحبش غير الجمبري. بحب الجمبري جدا جدا، وبحب السلمون، وبحب الكابوريا، لكن الاسماك ماليش فيها. بس انا روحي في الجمبري وفي الكابوريا، بس الكابوريا النتي، وفي السلمون. دول الثلاث حاجات اللي باكلهم. ممكن اكل مثلا حته سمك هامور، حته صغيره، ممكن اكل مثلا حته صغيره من سمكه دينيس زيت وليمون. لكن لو هتخيريني ما بين سمكه هامور او دينيس وكبد وقوانص، اقول لك اكل كبد وقوانص. يعني بعمل لهم هما ساعات السمك ده، مثلا هيثم عايز ياكل دينيس الزيت وليمون، اعمله له وانا اكل كبد وقوانص. انا دايما بجيب الفراخ وبشيل الايه الكبد والقوانص في كيس صغير في الفريزر كده، اروح مطلعه وعاملاه لنفسي. لكن الجمبري لا، جمبري وكابوريا لا، روحي فيهم. مش بحبهم، بس انا حرفيا روحي فيهم. بصي بقى، سنه جبنه رومي. هقول لكم الحقيقه، مش هقول لكم ان هي برمجان يعني، لان هي مش برمجان طبعا، هي جبنه رومي اهو. بصوا الحلاوه، خبر ابيض، يعني حته كده بس عند التقديم. ويلا بقى مكرونه شيبسي، بس مش هاكله علشان ما يتخنش بجد يعني، هاكل السلطه بصوا المكرونه بقى. تعالوا معايا، تعالوا معايا، تعالوا معايا. لما بتبقى الواحده فينا واقفه طول النهار يا بنات وتيجي جعانه، انا بقى غبيه ان انا مليت بطني عصير، وانا عامه مش هحط كتير. بصوا بقى، احب اجيب من تحت كده عشان الوايت صوص ده. البعوني، كل خلفائك خانوك يا ريتشارد، خاينين يا عين، ما تبكيش. هناكل كريب يا ماما في النادي، كريب ونادي. يا رعاع. بصوا بقى، ونصب الشاي بقى، اكل معاكم. بس اصبروا بقى يا بنات، نعمل ايه؟ نحط بقى شويه جبنه كده فوق المكرونه. اعملها الاكله دي الاسبوع اللي جاي في البرنامج، ما عملتهاش بقالي كتير، يعني مثلا هنقول عملناها، احنا دلوقتي تالت سنه لينا، عملناها مره واحده تقريبا. بصوا
الشيبسي بقى. الشيبسي ده بقى ايه؟ هيتخننا على الفاضي. ناكل حاجه ليها لازمه، صح؟ بصوا حبايب قلب ساره وريح ساره، ثواني بس كده. حبايب قلب ساره خيانه حبايب قلب ساره بتخونه وبتاكل. بتخونينا وبتاكلي بحب. بابا قال لي ان انتوا هتاكلوا كريب وايس كريم ومش عايزين تيجوا. باخد مين؟ ما عملتش اكل انا انتوا ظابطين نفسكم، انتوا كنتوا قاعدين تحت. اسر انتوا كنتوا فين بجد؟ كنا بناكل ايس كريم وكنا في النادي وكنت بلعب. ايوه انتوا ظبطتوا نفسكم ازاي على الموقف ده؟ انتوا بجد عملتوا كده ازاي؟ انا لسه والله لسه ما دقت. تليفوناتك فاصله شعر. انتوا بتبهدلين ليه كده؟ انتوا كنتوا بتنضفوا النادي ولا بتلعبوا؟ يلا. لا طب خد شاور بقى. دوين ايه؟ دوين. بابا سامع صوت اسر؟ ايه؟ قال ايه؟ قال جاي له. استلقى وعد. انا جعان. دوين دوين طب سخنه يا قلب ماما. دوين. الف هنا وشفا. سخنه مولعه عليك يا روح. سخنة ولا حاجة طبعا. حلو بقى. طب خد شاور وتعالى يلا. تكون حاطة لي علبة مكرونة بس. عينيا. هي دول صور مين؟ الصدمه. طبعا بالله عليكم لو انا بصور فيديو هتقولوا ساره بتقفلم. اهو احنا يعني احنا انا لسه ما دقتش. اسر خد شاور وتعالى. ماشي. هرجع لك تاني. ارجع. انت ابني مش نازلين من البيت انا جيت ما لقيتش حد. انت نازل الساعه كام انت بابا؟ امشي يا اسر اتكل على الله. 8:30. نزل الساعة 8:30. نزلت الساعة 8:30. ماشي 8:30 يا كداب. انا هنا كنت الساعه 7:30 و5. 7:30 و5. بابا قال لي 8. ايه ده تمريني 8. انت مش بتردي عليا؟ روح خد شاور ادوق. خد شاور. عايزة ادوق تاني. انت مش توكل في النادي؟ لا والله في كتير اهو. روح يلا. ماشي. ماما بسخن اهو بسخن. ماما 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 رد عليا يا ماما. يا بابا. ماما كوكي بتقول لي يا فرحه بتبت. الشيش تاووك والرز البسمتي جربتهم بطريقتك في الحلقه كانوا حلوين قوي يا روح قلبي. اكيد هيبقوا حلوين قوي عشان من ايدك اكيد. عملتي بقى الرز البسمتي بالبسله والجزر بس ولا خضار مشكل؟ بنات خطيره. سنه الشبت والزبده. الجمبري مستوي والمكرونه طبعا بتبقى مستويه 3/4 تسويه وبتكمل تسويتها في قلب الصوص زي ما انتم شفتوا كده. معلش يا بنتي ماليش نسكشنا والله كان نفسي استمتع. انتوا فاكريني بقى عيط ان ولادي مش معايا يا عيني وفي النادي. لا انا كنت جعانه. والله يا بنات كنت جعانه قوي. تعالوا ندوق السلطه. عارفين لما بيجوا ياكلوا السلطه اول حاجه بيختاروا الجمبري اللي فوق يخلصوها كلنا السلطه لازم. بابا قال لي اول ما اخرج يطلع لي حاجه. ادخل الفوتشار قبل ما هو يطلع. بابا قال لي يطلع لي الهدوم عشان مش لاقي. خد فوتشار قبل ما هو يطلع لك. اسر بقت نوتي قوي هتزعل مني. وانا بكلمك على فكره وانا كنت بكلمه قلت له انا عايز ايس كريم. ايس كريم مش عايزه اروح دلوقتي. لا ما قلتلوش كده والله. ايه هو كان جايب لي قلت له ايس كريم بتعمل ايه بس. انا لايف على فكره. والمكرونه سخنتها وانت لسه ما لبستش. طب ما تدوقيني تاني. ادوقك تاني؟ يا رب
تعال. بابا مم. يا بابا الهوب عارف ان انا حظي حلو عشان انت جيت عشان اكل معاك، انا ما بعرفش اكل من غيرك اصلا. عمال تضحك عليا. انا بضحك عليك؟ ده انا روحي فيك، ده انت الحب الحب. بس بابا بيقول لي ان انت بتاكلي وسايباني قال لك كده امتى؟ لما كنا جايين، هو مش قال موبايلاته فاصله شحن؟ قال وبعد كده قال لي كده. بسم الله. الوحش بتاعي ده، الوحش الصغنن الكمنن. شوف انا بيقول لي يا ماما فتحيه عشان هي بتحب كده. روح قلبي يا ماما فتحيه، روح قلبي يا حبيبتي. ماما نعم. ما فيش حد ابن غيري صح؟ انت روح قلبي. ما فيش حد ابن غيري ابدا. طبعا مفيش حد ابني غيرك، انت وجانا وجسر بس. لا زي جسم يلا. اخواتي. جانا وجسر مش اخواتك؟ خلاص خلاص. عملوا لك ايه؟ وانت كل ما حد يعمل لك حاجه تقولي مش اخواتي؟ روحي يا ياسر خد شاور. روحي يا ياسر. بالي يونس على مسائل يونس لما كان بيقول لي انت واحد واحد من ليه بعمل كده مع مين؟ واحد. امسحوا كومنت البنت دي. انا امسحوا كومنت. لا حول ولا قوه الا بالله. يا بنتي انا بره بيتي من الصبح ودلوقتي هقعد تعالى يا قلب ماما اشوف ولادي واشوف ابني ده جاي عامل ايه واكلم والدتي وانا فاضيه اتنفس. كل واحد ليه عقله، كل واحد ليه عقل، كل واحد ليه عقل. يا ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا ما البنات شايفين يا بنات؟ تعبيلة. شايفين يا بنات؟ شايفين خطيره ازاي؟ خطيره ما شاء الله ولا قوه الا بالله. يعني بس انت كده بتعرف تاكل مع بابا؟ تعرف؟ القطر رايح فين في بقي يا اسف. قلب ماما. خد. بسم الله عليك. يلا. دي احلى ولا اللي جبناها اخر مره من عند الراجل؟ مش هزعل، انا بقول لك قولي الحقيقه. دي ولا اللي جبناها اخر مره من عند ابو العينين؟ دي اقسم بالله حب الحب. ورقي. ده دوقوه. دي نوجه جبتها لك، كلتها بره وعجبتني وجبتها لك وانا جايه. على ايام انا باكل حاجه من غيرك برضه؟ عاوزة اتحفظ. تقول حاجه في وداني؟ يا اسر ما خدت الشاور وبابا جعان. ولا انتوا كلتوا؟ قولي الحقيقه. كنت عاوزة اقول له حاجة اللي امال قال لي ليه لما انا جيت من الشغل؟ لا انا دخلت وما لقيتكوش، اخدت شاور وكلمته قال لي موبايلي هيفصل شحن. وقال لنا بس هناكل كريب وايس كريم. والله مكرونة كريب. صعبت عليكم يعني قلتوا تيجوا تاكلوا معايا؟ انا مو اصلا ما كنت عارفة بابا قال لك حاجة، انا كنت في التمرين. وبعد ما خلصت التمرين لعبت مع اصحابك؟ بس ماما تصدقي صاحبي بصي ماما صاحبي في الحته بيقول لي هنتقابل فيها لما انا بكون فيها ماما لما نعم. بكون فيها مش بلاقيه. لما ما كنت موجود اصلا في النادي بيكون هو موجود في الحته. لما انا بكون موجود في الحته بيكون طيب. هو مش موجود. بجد ممكن تاخد شاور؟ الموبايل طلع لي حاجه. كنت والله ناويه افتح لكم لايف ونغسل مواعين مع بعض بس الموضوع باظ. قال لي هنتاخر وما تاخروش وقال لي وما جوش والحمد لله. المشروم حلو قوي يا جماعه. بصوا الصوص الخفيف اللي يجنن ما شاء الله ولا قوه الا بالله. خطيره خطيره خطيره. بصوا الجمال. يا روحي انا شايفاكي يا ماما فتحيه وببعت لك بوسه. احلى ماما فتحيه في الدنيا كلها. اهو 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 قلبي يا ماما فتحيه. انا بحبك قوي يا ساره. قلب ساره. الاكل حلو قوي وكانت حلوه عشان كلتها معاكم ونصيبي اكلهم. باي باي.
كويس ان احنا الحمد لله ان انا قلت مش هسلق كيس المكرونه كله، هسلق ربع، وسبحان الله اتظبط مني في الحل. مش كله، بقيه الكيس مع احترامي لحضرتك بس يعني. بصي يا مدام ريتاج، اخواتي بيموتوا من الجوع. حضرتك اخواتي مش شايفيني دلوقتي، مبدئيا كده الصفحه معموله ليهم حظر. اللي شايفني اللي زي حضرتك وحبايبي قلبي، الناس اللي هي لسه متغذيين. الصفحه دي انا ممكن جدا ما اطلعش عليها لحد ما اي مشاكل تتحل، ده لو جه في يوم من الايام واتحلت يا رب بحق وجهك الكريم وبحق عزتك وجلالك تنصر اخواتنا يا رب يا رب. طيب السؤال بقى، حضرتك بقى هتيجي تقبضي الناس اللي شغالين وتراعيهم، وانت عارفه كام حد بيشتغل؟ انا كساره ربنا يبارك لي في جوزي وعندي شغلي في التلفزيون والدنيا محلوله. ايه رايك بقى ان احنا نقعد الناس بقى؟ انت مش متخيله الصفحات دي بتصرف فلوس قد ايه. حضرتك اكيد ما عندكيش وعي كفايه انك تقولي حاجه زي دي. طيب بصرف النظر بقى عن ده، انا بحب الناس دول، انا بحب اقعد اتكلم معاهم. روح يا ابني خد شاور، انا اتعصبت. هقول لك ايه بس، وفي الاخر والله ما راحش خده هناك اهو. يا ابني خد شاور يا حبيبي، انت عرقان متبهدل، خد شاور يلا. فايه رايك بقى؟ قولي لي انت عامله ميكرو يعني ايه؟ يعني ايه عامله ميكرو؟ ده منظر حواجب معموله ميكرو؟ انت شايفه كده؟ انا بفرح لما بتقولوا كده، يعني بتحسوني ان في حاجه حلوه معموله فانتم متخيلين ان هي معموله، فبفرح بصراحه. بس انا والله العظيم ما عامله اي حاجه خالص، وحق لا اله الا الله وشي ده ما تشكش غير مره 3 4 شكات، حاجه اسمها نضاره او حاجه كده، حتى انا وريتها لكم ساعتها وما قدرتش اكملها، ولحد النهارده ما عملتش اي حاجه، كانت نضاره. الكلام ده كان ساعه العيد، بس عمري ما عملت حاجه خالص. بس الحمد لله ان انتوا شايفين ان في حاجه، يعني انتوا كده معنى كده ان انتوا شايفيني حلوه، فدي حاجه كويسه. واللي شايفني حلوه علشان هو حلو، عينيه حلوه. بصي نرمين بتقول لي تاني، ساره ابقي شوفي الخاص. حاضر حبيبتي والله العظيم يا روح قلبي. فممكن بقى مثلا لو حضرتك مش هتروحي الشغل وجوزك مش هيروح الشغل وهتصوموا، مش هتدفعوا ايجاركم ومش هتشوفوا التزاماتكم ومش هتربي ولادك ومش هنعمل اي حاجه، الا بقى لو حضرتك شايفاني فاتحه مهرجان وقاعده بعمل حاجه يعني غلط. فربنا يهدي الجميع. اي كومنت محطوط علشان نزايد، طب ما تتبرعي لهم. طيب ايه رايك اشتغلي زيي عشان تعرفي تتبرعي لهم. ممكن اقول لك حاجه، لما ترجعي من شغلك زي كده وانت بتصلي، يعني انا اول حاجه عملتها شلت الضوافر وشلت الميك اب وخدت شاور سريع واتوضيت وصليت وفضيت الحاجات اللي انا جايباها من بره وانا بصلي دعيت لهم. طب وانت برضه بتصلي دعي لهم. مش ما نشتغلش عشان هم لو شافونا، هم حبيبتي مش عارفين يشوفونا، هم مش شاغلين بالهم بان هم بس يعيشوا، شاغلين بالهم ان ربنا يكرمهم، شاغلين بالهم ان ربنا يزيح الغمه عنهم. هم مش شاغلين بالهم بالتفاهات اللي انت شايفاها دي بالنسبه لهم حاجه تافهه. فاهماني؟ ربنا يهديكي يا حبيبتي. انا فاتحه بغيظ اخواتنا، ده معنى كده ان حضرتك دماغك فاضيه. انا اخر واحده تغيظ اي حد، لان الحاجه اللي انا بغيظ بيها دي لو انا فعلا نيتي ان اغيظ بيها هتزول من وشي. لو انت ربنا مديكي نعمه زي نعمه الجمال وغيظتي فيها واحده مش حلوه هتزول منك. لو انت قدامك نعمه المال وغيظتي بيها واحده هتزول منها. البيج دي انا دلوقتي مش راسمه حاجه خالص، دلوقتي كده طبيعتي، ولا في اي حاجه مرسومه ولا في اي حاجه معموله، كده ساره اخدت شاور ومفيش اي حاجه تماما في وشي، مش عامله اي حاجه كده ساره. بس زي ما قلت لكم قبل كده، وبقى الكلام بقى يعني انت يا ساره بتعملي كده؟ باكل سلطه، بشرب ميه، بنام كويس، وبعمل روتيني اللي هو ايه يا ساره الروتين، بغسل وشي بغسول كويس جدا، بستعمل انواع كريمات كويسه وبجيبها من بره، بستخدم انواع يعني مثلا النوع اللي انا بستخدمه الاخراني ده من بره اختي جايبهولي، بستخدم احسن انواع السيرم من بره. مش بقول لك ان انا بحط اي مرطب، لا، بستخدم انواع مرطبات كويسه، بستخدم سيرامات كويسه، برطب وشي. طول ما وشك مترطب وشك هيفضل كويس، بتاكلي كويس، بتنامي كويس، الحمد لله. بتشربي قهوه؟ لا. بتشربي شاي؟ لا. مدخنه؟ لا. خلاص. ايه بقى هيأثر عليكي بالسلب؟ ايه مش هيخلي وشك منور؟ اديني سبب. الا لما وشي يبقى تعبان، ببقى قله نوم، ببقى تعبانه زي اي واحده فيكم. بيجي علينا ايام بنبقى حلوين قوي ومنورين كده، وتلاقي مثلا جوزك يقول لك ايه الحلاوه دي، انت محلوه اليومين دول، وتيجي عليك ايام تبقي مرهقه جدا زي اي ست. اي واحده فينا يا جماعه بتقدم محتوى، او اي ست بتطلع في التلفزيون، سواء كانت ممثله او عندها برنامج او اي حاجه، والله هو دي الطبيعه.
بيجي علينا ايام بنبقى حلوين قوي، بيجي علينا ايام بنبقى تعبانين عادي زي اي ست. وانا مش ناويه، انا ما لعبتش ومش ناويه العب. ليه ناويه؟ اللي هيلعب هيضطر يستمر على ده، وانا خايف يمكن يجي يوم ربنا يكتب عليا ده. ربنا يا رب ما يجبرني ان انا العب في وش رب. اسمه ايه السيرم يا ساره والمرطب؟ يعني يرضيكي كده يعني نعمل اعلانات؟ ترجعي تقولي اعلان؟ قولوا لي يا ساره ورينا السيرم والمرطب وهوريه لكم. قولوا كتير 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 دلوقتي. لو لقيت فيه اجماع هخش اجيبه من الاوضه. الحلو حلو لو امن اللون. لا بنبقى محتاجين شويه اهتمام برضه. حق ربنا يتقال برضه، احنا محتاجين شويه اهتمام برضه. حلو لو امن اللون، بس بتلاقي وشك تعبان. لازم تنامي كويس، لازم تاكلي طبق سلطه كل يوم، لازم تشربي كوبايه عصير برتقال حلوه كل يوم. يا ستي لو مش عصير برتقال كلي لك منجايه، كلي لك تفاحيه. اهتمي بنفسك. علبه زبادي حلوه ليكي. لا المرطب من السيرافي. لا يا ساره، ده نوع سيرم ومرطب داليا جايبهم لي دلوقتي بقالهم من شهر 5. خطير خطير خطير. وربنا السيرم والمرطب. ورينا السيرم والمرطب. قولوا كتير. املوا الشاشه قلوب وانا اخش اجيبها لكم. طيب بشرط لو واحده قالت لي اعلان انتوا اللي هتردوا عليها، تمام؟ يلا هتردوا انتوا عليها. اروح اجيبهم واجي بسرعه، بس هاخد بس المعلقه دي عشان انا جعانه قوي. شاطر يا اسس. جود بوي يا قلب ماما. ده انت حبيب قلبي. ده السيرم اهم حاجه ما يبقاش اللي مالي الدنيا دلوقتي. بصوا ما شاء الله عليه خطير. ده كوري. تغسلي وشك كويس جدا. كله حلو كله حلو. تستاهلوا والله تعملي لنفسك طبق سلطه وتاكليه بالف هنا وشفا على قلبك. كلي حلو. اعملي نفسك كوبايه عصير حلوه. بصي اهو ده سيرم خطير اهو. بصوا وشي. المنديل ده ناشف على وشي. منديل اهو. وادي اهو اهو. عشان مش هتقولي انت حاطه فلتر، بس مش ده السبب الاساسي. اغسلي وشك كويس بالصابونه واعملي لنفسك روتين. مش يوم ولا 2، شهر 2. بصي السيرم اهم حاجه يكون اصلي، ما يبقاش الحاجات المضروبه. بصي طيب كريم اهو هطلعه من شنطه الميك اب بتاعه الشغل. انا ما بحبش احط ميك اب مكان حد. طبعا كل حاجه هناك حلوه وعندهم الميك اب بتاعهم، بس انا لازم اخد الميك اب بتاعي وحاجتي كلها اهو. بصوا الكريم اهو برطب بيه وشي قبل الميك اب. ولازم قبل ما اروح اغسل وشي كويس قوي وارطب وشي تاني، عشان مهما كان نوع الميك اب غالي بس برضو الوش بيشربه، بيطلع حبوب، بيبوظ، وانتي اللي بتهتمي بنفسك. اهو ده الكريم اهو خطير. في انواع تانية كتير حلوه، بس ده اللي انا بستخدمه الفتره دي طول ما انا بنام كويس. امبارح نايمه الساعه 1:30 بالليل وصاحيه النهارده الصبح الساعه 9. طول ما انت بتنامي كويس، طول ما انت بتشربي ميه كتير. ميه كتير يعني الميه طول الوقت في ايدك. كل يوم كوبايه عصير. القهوه 1 في اليوم. انا بشرب بعد من ساعه ما خفيتش بشرب 2 في الاسبوع. يعني انا خلاص من ساعه ما الحمد لله معدتي خفت بقيت اشرب فنجانين قهوه في الاسبوع كله. كوبايه شاي 1 في اليوم. بلاش كافيين. صدقوني صوتك بيبقى حلو. اشربي ينسون كتير. كلي جرجير كتير. انتوا عارفين السلطه دي هي مش كده، بس انا حاطه فيها جرجير كتير، خس كتير، عشان اكل حاجه ليها لازمه، عشان اقدر اقف للولاد، عشان يبقى شكلي حلو، عشان ابقى قادره. عارفين زمان كنت بقعد اقول احنا بجد بعد بجد ما بنتم ال 25. انا دلوقتي ما شاء الله ما شاء الله ماشيه في 37. فاحنا فجاه بنلاقي نفسنا بنكبر وفجاه بنلاقي نفسنا كبرنا.
اهتمي بنفسك عشان تقدري لاولادك. انا عندي ياسر ده عايز 10 يخدموه، اقسم بالله ياسر قلب ماما وروح ماما ده. مش هتكلم عليك تاني على فكره، انا بتكلم في العموم. حاجته عندي جاسر، عندي جنى، عندي جوزي، عندي سامعين خطه الباب عشان بس جبت سيرته. حمش يا واد والله. فبجد الحمد لله. فلازم طبعا حضرتك جيتي السويس من شيف عزه عشان السويس نور بوجودك. انا من السويس وعايزه في السلام اللي جنب شيف عزه. كفايه انك نورتي بلدي والله. انا افرح جدا. وانت شفتيني يعني في الفرح؟ قولي اسمائهم يا شيف. والله العظيم انا لحد دلوقتي ما جربت اشوف اسمائهم. اسمه ادفانسد سنيل 92 اول ان كريم اهو ادفانسد سنيل 92 اهو. وده السيرم بتاعه. في منهم غسول بس ده اللي ما جابتهوش، وفي منهم كمان سيرم تحت العين ده اللي هتبعتهولي الشهر الجاي، لان السيرم طلع خطير. جايبه لي برده نوع كريم كنت بستخدمه قبل ده مجرم بس خلص. هخش اجيبه لكم برده عشان لو حد جاي من بره تعرفوا تجيبوه. ثواني. اهو عشان لو حد اسمه كريستيان. بصوا اسمه غريب شويه. بصوا حلو قوي برده، ناقص فيه حاجه بسيطه اهو. سي ال خطير. ده اللي جايبهولي برده. حلو قوي. اسمه دايموند سيرم تقريبا بالالماس، معرفش، بس هي برضو اللي كانت جايباه خطير. فانا ما بستخسرش في نفسي سيرم او كريم من زمان. اهم حاجه عندي ان انا ده كنت جايباه من الغردقه خطير، وكان ب 300 جنيه. بعشقه برضو. بصوا برضو خطير. بصوا. والحاجات دي علشان بتقعد معاكي فتره طويله. ليه؟ لان بصي تاخدي منها حته صغيره، لان هي الايه الايفكت بتاعها بيكون قوي، لان هو اصلا بيبقى منتج ايه. بصي خطير. ده برضو ده كنت جايباه من الغردقه وما كانش غالي ابدا. والحاجات دي خلي بالكم بتبقى ريحتها. بصي ده معمول بلبن الجمل اهو. بصي في زبده شيا وجليسرين وبنسينول وفيتامين اي وحليب الجمل، وفي كمان عطر عود. فانا كان في كمان بدون عطور بس ريحته ما عجبتنيش. ده فيه عود صغير وانا اصلا بحب العود. ماما بتقول لك مشيتي ليه يا ساره؟ انت هتموتي على نفسك من الضحك لما تسمعي. انا اهو يا قلب ساره والله. بصوا فده خطير برضو بجد، حلو قوي. كنت جايباه من الغردقه المره اللي فاتت من الصيدليه بتاعه الفندق. فاغسلي وشك بغسول محترم ما ينشفش، رطبي وشك كويس. وكنت جايبه نوع ماسك خطير يا بنات، جايباه من الصيدليه خطير برضو، رخيص جدا بحاجه و80 حاجه و90 بس حلو. بس هو بينشف البشره. فبعمل ايه؟ برطب وشي بعدها. فما تستخسريش في نفسك. نوع سيرم كويس، نوع كريم كويس، وحطي الصبح وبالليل. الصبح وبالليل مش بس مره في اليوم، لا مره الصبح ومره بالليل. واغسلي وشك كويس. كوبايه لبن. انا لازم عندي كوبايه لبن بمعلقه عسل نحل. لازم بس مش بالليل. الاول كنت بشربها قبل ما انام. بدات يعني بنكبر برده شويه، بطننا بتوجعنا شويه. الصبح لما تصحي بعدها بشويه الغسول الاول والمرطب. طبعا الغسول يا ماما انت بتغسلي وشك كويس جدا بالغسول، فوشك كده اوريدي نظيف. فبتحطي بقى المرطب، مره سيرم مره مرطب، مره سيرم مره مرطب. داليا برضو جايبه سيرم بالهيروليك اسيد حلو قوي بس انا لسه ما استخدمتوش. جبت غسول قمر وغالي. جوزي اخد دش بيه عشان ريحته عجبته. يا روح قلبي حاجتك شيليها. عندك ولاد وعندك جوزك، حاجتك شيليها. كنت في سدد الازور
لما كنت في الغردقه كنت في سيدة الازور، فهناك الفارماسي بتاعتهم في الدور الاول فيها حاجات حلوه قوي، بحب اجيب منها. مش بتردي ليا صور؟ اكيد ما شفتش يا قلبي صور. ف ما تستخسريش في نفسك. انا مثلا هتستخدمي نوع فونديشن استخدمي نوع حلو عشان البشره، ما تقعديش الميك اب على وشك كتير، ما تقفيش. يعني انا مثلا غصب عني بقف تحت الكاميرات انا لقيت وشي متمرمط، وداليا بقى ايه ده، ووشي بدا ينشف ويقشر من هنا. داليا وهي جايه جابت لي الحاجات دي وبقى عندي اساسي، وانا الصبح رايحه الشغل بغسل وشي طبعا، انا كده كده اوريدي بتوضى، انا بصحى من النوم وبصلي، بغسل وشي بقى كويس جدا واروح حاطه السيروم، اروح الشغل قبل ما احط الميك اب احط المرطب. ليه؟ عشان اعمل ماده عازله او سان سكرين بين الميك اب وبين ايه، وبين وشي. ولما برجع البيت بغسل وشي طبعا، كده كده باخد شاور كلي على بعضي، فاوريدي بعد ما باخد شاور بصلي، بعد ما بصلي بقى بروح حتى، لان انا لما باخد شاور واحط كريم واصلي بحس ان الكريم لزق في المصليه فبعد ما بصلي بروح حاطه السيرم على وشي او الكريم، بس كده خلاص. انا من الغردقه وكنا نفسنا نشوفك، انا بروح على طول، مره اصور وكم مره ما اصورش. بحب الغردقه، بحب الغردقه وبحب مرسى علم، مرسى علم والغردقه، بس انا بحب الغردقه اكتر عشان قضيت فيها شهر العسل بتاعي، وعشان حلوه بتبسط هناك، بحب المكان هناك، بحب الغردقه قوي. لما اروح المره الجايه هقول لكم حاضر، بس الشهرين دول مفيش ولا يوم اجازه، مش راضيين يدوني في الشغل ولا يوم اجازه. حاجه ترطب الشفايف تكون ايه؟ برطب الشفايف عارفين الفازلين الصغير ده البينك ده فظيع. وبعمل حاجه تاني، بجيب شويه زيت زيتون وعليهم شويه سكر وبعمل كده شويه زيت زيتون وشويه سكر وبعمل كده اهو يوم الجمعه. ليه يوم الجمعه؟ عشان بصبح عليا شغل فباخد شاور محترم وبعمل كده، بعمل ماسك وبعمل اللي بقول لكم عليه ده. هي دي الحاجات اللي انا بعملها والله. او كمان احط ده كمان، ده خطير، ده ليه جايبهولي برده فيروسي يجنن، فظيع، مرطب للشفايف خطير. بس بقى عشان انا جوزي ما بيرضاش ان انا اتكلم عن الحاجات دي، هتجيبوا لنا مشاكل. بس بقى بس يا ولاد، دي الماسكه اللي انا بحطها، ابقى اعمل لكم لايك ان شاء الله ونعمل فيه الحاجات دي، واوريكم الماسكارا اللي انا بحطها، واوريكم الفونديشن اللي بحطه، ونفتح شنطه الميك اب مع بعض يا ولاد. بس بقى هتجيبوا لنا مشاكل، وانا الصراحه بحب اتكلم عن الحاجات دي قوي. بتعملي حاجه في حواجبك يوم مره كل 15 يوم، مره كل شهر بجيب حنه بايجون 46 دي، انا ما تخافوش ما بتوقعش الحواجب ولا حاجه. في ناس بتقول بتوقع الحواجب، بس انا كساره بستخدمها من وانا عندي 24 سنه، فلك ان تتخيلي كل شهر مره. سميه سليمان وحشتيني قد الدنيا، اقسم بالله يا سميه وحشتيني قد الدنيا، والله العظيم وحشتيني قوي قوي. فبتجيبي بقى بايجون رقم 46 وبتنزلي عليها بشويه ميه صغيرين قوي وتقلبيها، وتقعدي بنفسك كده قدام المرايه بالراحه، وبتمشي بس مع الشعره بسيطه كده، مجرد ان انت دي حلال، انها مش ملفته وجميله. مش عايزين بقى نتكلم على الكلام ده لايف يا جماعه، ممكن يكون في راجل معدي كده ولا كده بقى، خلونا في الامان بقى. بنات اقفلوا اقفلوا اقفلوا، انتوا هتجيبوا لنا مشاكل. يلا انت كنتي معايا في العمره بجد؟ انهي عمره؟ بتاعت رمضان ولا بتاعت الشهر اللي قبل اللي فات؟ انا على طول بروح على فكره بس ما بقولش. بأمر رب هنزل لكم بكره فيديو جامد قوي قوي قوي. قلبي صاحبك والله يا سميه وحشتيني، والله العظيم وحشتيني. انا عارفه ان انتوا زعلانين مني والله العظيم يا سميه، بنزل الصبح اروح الشغل والله، ولحد دلوقتي اهو لسه ما شفتش الدنيا فيها ايه، لكن والله وحشتيني، والله 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 وحشتيني اكتر مما تتخيلي. بصي حتى كل ما افتكر حاجه ما افتكرش اي حاجه الا اللي احنا فيها مع بعض، والله وحشتيني. احلى صوره الادب والاحترام كله. حبيبه قلبي يا مذيع، يلا انا هقفل بقى علشان ايه. بصوا بقى طبق السلطه وانا بكلمكم خلصته، بصوا الحلاوه والجمال. طبق سلطه فيها خس وجرجير عارفه مفيش جمبري، اعمليه من غير الجمبري، اعمليه من غير الجمبري وكليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلطه بالضبط، مرقه فرخه، شويه شوربه، ابعدي عن الرز والمكرونه شويه، ورقه فرخه بشويه شوربه، كلي منجايه يا منجايه، طبق فيه شويه فراوله، كلي فواكه،
نامي كويس واصحي كويس. انتوا عارفين انا ايام الشغل دي بنام 4 5 ساعات. امبارح كنت عايزه اقف اصور فيديو، قلت والله ابدا انا هقف دلوقتي اصور فيديو بس لما اكلهم الاول. كده كده بكره صباح عليا اجازه، بس عندي شغل تاني. عندي شغل ايه؟ عندي الدواليب، عندي غسيل، سيبوني في حالي بقى. اقسم بالله بحبكم قد البحر وسمكات، والله بحبكم. يلا انا هقفل اللايف علشان بقى جوزي عدى مرتين كده عامل كده انتوا عارفين انتوا العامله دي. خلاص بقى والله كنت ناويه افتح لايف واغسل معاكم المواعين، كنت هقول لكم تعالوا يلا على التيك توك نعمل لايف، بس خلاص بقى مش هيرضى. فخلاص بقى بحبكم جدا جدا في الله، استودعكم الله واستنوا لايف تاني ان شاء الله، واحنا بقى نقعد قعده الكلام. بحبكم. سمسم ايه ده؟ ده معلق. اقفلوا من عندكم يا بنات، مش راضي يقفل. ده بجد مش راضي يقفل. خبر ابيض. احنا هنبات هنا ولا